نأخذكم اليوم في رحلة إلى أحد أعرق أحياء الإسكندرية، المنشية. في بدايات القرن العشرين أصبحت المنشية القلب التجاري النابض للمدينة. المنشية لم تكن فقط حياً سكنياً راقياً، بل كانت مركزاً للسياسة والحكم في القرن التاسع عشر. اسم المنشية مشتق من الكلمة التركية منشي، والتي تعني المنشأة أو المكان المستحدث. هي لم يكن مجرد نقطة على الخريطة، بل كان قلب السياسة، مركز التجارة، وملتقى النخبة في زمن الخديوي إسماعيل. وقد أطلق هذا الاسم في عهد محمد علي باشا عندما بدأت الدولة الحديثة في تأسيس أماكن جديدة لتنظيم الحكم والتجارة. ثم جاء الخديوي إسماعيل الذي حلم بتحويل الإسكندرية إلى باريس الشرق، لتنافس أعتى العواصم الأوروبية مثل لندن وباريس وروما. فقام بإنشاء بعض المناطق والميادين، وعلى رأس هذه الميادين ميدان القناصل، نظراً لوجود معظم القنصليات في محيطه، ويتميز بتخطيطه المعماري ويغلب عليه الطابع الإيطالي، فقد صممه المعماري الإيطالي فرانشيسكو مانشيني. وللأسف عانى الميدان من القصف الإنجليزي عام 1882 إبان الاحتلال البريطاني لمصر، مما أدى لتدمير مبانيه، فيما عدا مبنى كنيسة القديس مرقس الإنجليكانية ومبنى البورصة الذي احترق فيما بعد. وتمثال محمد علي باشا أول تمثال لفرد يوضع في ميدان عام في بلد مسلم في 1872، وصنعه الفرنسي جاكومار بأمر من الخديو إسماعيل إحياء لسيرة جده. وقد أعيد بناء الميدان من جديد بعد تعويض الحكومة أصحاب العقارات المتهدمة، وتم بناء البنك العثماني ووكالة منشا ومونفراتو وعمارة قرداحي ذات اللون الأحمر، وبالإضافة إلى مبنى سراي الحقانية، حيث كان مقر المحكمة المختلطة أول محكمة مدنية في مصر، وكانت من أولى رموز استقلال القضاء المصري. كما شهد الميدان حادثين تاريخيين، أولهما الخطاب الشهير للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 من أكتوبر 1954، فيما يعرف تاريخياً بحادث المنشية، والذي تعرض خلاله عبد الناصر لمحاولة اغتيال فاشلة. والحدث الثاني عام 1956 عندما ألقى ناصر خطابه الشهير وأصدر قرار تأميم القناة، ورجت كلماته الميدان من أعلى مبنى البورصة بقوله: قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية. وفي بدايات القرن العشرين أصبحت المنشية القلب التجاري النابض للمدينة، محلات، بورصات، شركات تأمين، وكانت مركزاً للعديد من التوكيلات الأجنبية. المنشية كانت تمثل الرابط الاقتصادي بين مصر وأوروبا، خصوصاً في تجارة القطن والبنوك والثقافة. ولكن مع مرور الوقت ومع انتقال مراكز الحكم والتجارة، بدأت المنشية تفقد بريقها شيئاً فشيئاً. مشاكل الزحام، العشوائية، وغياب التخطيط جعلت من هذا الحي العريق مجرد ظل لماضيه. ولكن في السنوات الأخيرة بدأت بعض المبادرات لإعادة تأهيل الحي وتحسين واجهاته ضمن مشروع تطوير وسط الإسكندرية. اليوم المنشية ما زالت تنبض بالحياة، ولكن بنكهة مختلفة. ما زالت الحرف اليدوية قائمة، وما زال بعض المعالم العتيقة تشهد على تاريخ مجيد. ربما لم تعد كما كانت، لكنها ما زالت جزءاً من الذاكرة المصرية ومرآة لتغيرات المجتمع السكندري على مدار أكثر من 200 عام. إذا أعجبتكم رحلتنا في شوارع المنشية، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.
شاركوا الفيديو مع من يحب التاريخ وشاركونا في التعليقات. إلى اللقاء في قصة جديدة من حواديت مصرية.